السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل وصباح الرزق وصباح الجمال. تعالوا كده نشوف هنعمل ايه في يومنا مع بعض. قررت ان انا اذبح الكام نتاية اللي احنا شايفينهم دول، اللي هم بيبيضوا ليه. يا مشاهد، هو انت بتصفي مشروع البيض بتاع البط اللي بيبيض عندك وبيرقد؟ هنشوف كده مع بعض يا جماعة هنعمل ايه من خلال الفيديو، وكمان هصفي من الوز اللي عندي. طيب ليه ما فكرتيش تبيعيهم؟ ليه هتذبحيهم؟ هنشوف كل ده من خلال الفيديو. يا ريت لايكات كتير جدا جدا للفيديو عشان الفيديو بتاعنا يترفع. يبقى جزاكم الله كل خير. طبعا من خلال الفيديو ده برضو يعتبر هجاوب على كام سؤال كان بيجيلي قبل كده. ليه ما بتبيعيش من البط الكبير اللي عندك؟ ليه بتفضلي انك تذبحيه وما تبيعيش منه؟ يا جماعه انا بالنسبه لي، انا تفكير كل واحد فينا بيختلف عن التاني. بالنسبه لي كوني اربي البطه او الذكر او اي طيور تكبر عندي وبيتي واولادي، يعني اولادي تاكلها، احسن بكتير من ان افكر ابيعها. لا، انا ربيت الحاجه وسعيت عليها وكلفت عليها. اصلا هقول لكم حاجه، مهما اللي كان هيشتريها، يعني مهما السعر اللي هيدفع فيها، عمره ما هيجي تمن تعبي انا عليها من غير تكلفتها. كمان عمره ما هيجي زي ما يكون تعبي وتكلفتها عليها. فبيتي اولى بيها وعيالي اولى بيها. هنا وكمان انا من اساس اصلا تربية المشروع ان انا اعمل اكتفاء ذاتي البيت الاول، اكتفاء ذاتي من اللحوم. يعني انا مش بربيه اساسا ان هو يبقى كمشروع بيع، انا بربيه كمشروع بيع بط صغير، ان انا هو يطلع من الرقد وبيعه، لان انا غاويه وحابه ان انا ارقد بط. سبحان الله، دي غيه وحب عندي للتربيه. هنا البط اللي وريته لكم في اول الفيديو هذبح الذكر. انا عندي ذكرين شكل بعض، وهذبح حوالي 4 نوتي منهم. بصفي النوتي اللي عندي، والوز ده انا شلت منهم الوزتين اللي هم الفرنسي، هذبحهم. اتبقى الاربعه دول هسيبهم ان شاء الله باذن الله اعملهم سلاله. طيب ذبحت ايه؟ ذبحت وزتين فرنسي. ما شاء الله ما شاء الله، ما احنا هنربي الحاجه لازم ندوقها. لازم انت بتربيها اساسا عشان ولادك ياكلوها، عشان البيت، وتعملي اكتفاء ذاتي من اللحوم في اللي بيتك ايا كان بقى طعم اللحوم. كفايه ان هي حاجه بلدي ومتربيه في البيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حاجه كده زي العسل. والله والله مهما اشتريتي من بره حاجه متربيه، عمرها ما يجي زي الحاجه اللي بتربيها بايدك. زي الحاجه اللي بتربيها وعارفه هي واكله ايه وشاربه ايه، وحاجه نظيفه وبيئه نظيفه واهتمام ورعايه، وبتاكليها الخلطه والطعم اللي حضرتك حباه يطلع في طيورك. هو بيعتمد على الخلطه اللي بتاكلها لهم بايدك. ليه؟ لان مش كل الناس تاكل خلطه زي بعضها. في ناس كتير بتحب تاكل السمك للطيور، ده بيخلي طعم الطيور زفر جدا. في ناس ممكن تاكل كزب من اللي هو الزفر ده، برضو بيخلي طعم الطيور صعب جدا. فبالتالي هنا اقصد لما بتربي الحاجه بايدك وعارفه هي واكله ايه، وبتاكليها الحاجه المناسبه ليك واللي تحبي تاكليها عليها، بتكون. يا ريت لو كانت كتير جدا جدا الفيديو عشان الفيديو بتاعنا يترفع. يبقى جزاكم الله كل خير. هنا بقى مسكتهم كلهم ذبحتهم كده. قلت بقى هو يوم تعب، فهجيب اصفي اللي عندي واذبحهم. طيب هنا شايفين، انا بس عايزه اوريكم حاجه. شايفين حجم الوز ده؟ ما شاء الله اللهم بارك. انا ذبحه الوز ده على عمره 5 شهور ونص 6. الوز ده ما شاء الله، القروانه السلستين دي ما شاء الله ما شاء الله كبيره، دي اكبر حجم في القروانات. يعني هما بيبقوا 3 احجام، دي الكبيره. الوز ده ما شاء الله حجمها جايب من اول القروانه لاخرها. ما شاء الله اللهم بارك حجمها ووزنها. عشان كده انا اخترت اكبر 2 فيهم اللي هما اللي انا ذبحتهم، اللي هما الفرنسي، وسبت الروسي. الروسي قرب ان هو يبيض عندي ما شاء الله، ده بيبيض بدري. الوز الروسي بيبيض بدري وبيبيض كتير. اما الالماني بيبيض متاخر، على حوالي كام، على حوالي 10 شهور الالماني. فانا سايباهم ان شاء الله، ربنا يكرمني من الروس قريب وتبيض. هنا بقى البطه دي بطه من امهات البط اللي انا ذبحتها. كان فيهم بطه شمرت اول وش ليها اللي انا وريتها لكم دي. شايفين انا لقيت جوه عنقود البيض ايه؟ عنقود البيض بتاعها لقيته متجبن. ركزوا معايا لان هنا بيجي اسئله كتير. عنقود البيض اللي انا بوريه لكم ده، انا اصريت ان انا اوريه لكم من قبل ما اذبحها. انا عارفه ان انا هلاقيها كده، لان الحمد لله لما بتكوني بتشتغلي في المجال ده بقالك فتره طويله وبقالك سنين، فخلاص انت بتبقى عارفه البطه اتاخرت في البيض ما بيضتش ليه، في ايه. دي ما شاء الله القنصه بتاع الوز. ما شاء الله ما شاء الله القنصه لوحدها ما شاء الله اللهم بارك، وزنه يعني. وما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. حاجه كده زي العسل. ذبحت ذكر بيتي استفاد من اللحوم، وعملت اكتفاء ذاتي البيتي. ما اروحش اشتري بقى فرخه بيضه يكون نسبه البروتين فيها اقل، يكون طعمها مش قد كده. بصوا يا جماعه انا هقول لكم على حاجه. ممكن انا ما اكونش مثلا بحب تربيه الفراخ البيضه قوي، بشتريها بشتريها.
بس كبيتي واساسه لا، بنحب اللحوم البلدي اكتر. فكل واحد فينا على حسب، انت بتحب الفراخ البيضة او الساسو، ربي الفراخ البيضة والساسو. كل واحد فينا بيشوف المناسب ليه ايه وبيعمله. فكوني اعمل اكتفاء ذاتي البيتي من اللحوم، دي حاجة كويسة جدا جدا. ولادك لو حاجة نظيفة، حاجة كويسة، حاجة متربية على ايديكي، عارفة هي واكلة ايه وشاربة ايه. طيب انا دبحت 3 امهات كانوا بيبيضوا عندي، ودبحت بطة شمرت اول مرة تبيض واتأخرت في البيض. يعني انا كنت منتظراها تبيض واتأخرت. طيب هي اتأخرت ليه يا مشاهد؟ عشان انا توقعت، ولا توقعت حصل ان هي البيضة عندها جبن جوه. يعني البيضة يعني ايه، المفروض انها كانت تكبر وعشان تبيضها ما كبرتش، وقفت نموها وقف. بسبب ايه؟ اكيد جالها دور سخونيه. اكيد جالها دور سخونيه وهي مثلا على عمر مثلا ايه، يعني من فتره، من مثلا اسبوعين، من 3 اسابيع، جالها دور سخونيه داخلي ما بيبقاش ظاهر على البطه او من بره. خلاها تبدا تخس شويه، تخس تنشف معاكي وتخس، واتاخرت على ما تبيض. ده لو هي اول وش ليها، عشان بس تكونوا عارفين. فبالتالي السخونية دي بتعمل كده في البيض. طب لو هي بطة بتبيض ممكن تعمل كده؟ ايوه، لان انا كان عندي برضو قبل كده بطة بتبيض وعملت كده برضو، والله والله، واللي توقعته حصل. فده اللي عرفني فعلا البطه دي مهما سبتها عندك ما كانتش هتبيض. يعني في قلبها عنقود البيض وكتير ما شاء الله زي ما شفتوه معايا. بس خلاص هو جبن، اللي هو مسك كده عامل زي ما يكون مسلوق. يعني ايه جبن؟ يعني عامل زي ما يكون مسلوق من درجه الحراره بتاعتها من جوه. بس هي ظاهريا ما فيش عليها حاجه، وكويسه وبتجري وبتاكل وبتشرب. فالحمد لله ايه، ان انا ذبحتها. مش هفضل سايباها بقى واتفرج عليها لحد ما تنشف في الوزن وتخس واحده واحده واحده، وبعد كده تيجي تموت بقى، لا يعني خساره. فمن هنا بنبتدي ان احنا نفنط طيورنا. يعني شوفي ايه اللي عندك بياكل وبيصرف وما بيديكيش انتاج، ده هتذبحيه. اللي هتعملي منه انتاج وراس مال بالنسبه لك، ده اللي هتسيبيه. سواء حتى لو انتاج لبيتك بس، اللي يقدر فينا يعمل انتاج في بيته في الزمن اللي احنا فيه ده، يعني يتقال له شكرا بجد. يعني اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ليه؟ الاعلاف مكلفه، كل حاجة بتصرف. فالحاجة ما بتترباش بالساهل، بتتربى بتعب بمصاريف. هنا كنت خلصت تريش وذبحت ونقعت، وبفضل بقى في الاخر الوز موقفاه ورا كده زي ما احنا شايفينه، عشان هو اطول في الطول واعلى في الحجم. والنتيوم هنا كده، وده البط برضو هناك اهوت. اللهم بارك اللهم بارك، حاجة كده زي العسل. والله والله طعمهم بألف هنا يا رب، يتاكلوا بألف هنا. ربي ربي، وخلي عندك انتاج، خلي عندك سلالة في بيتك تكون منتجة، عشان ما تذبحيهاش وتروحي تشتري سلالة تانية. بس مش معنى ان انا سايبة سلالة في بيتي منتجة ان انا افضل اصرف على الفاضي. لا، بفيت طيوري. النوتي اللي انا ذبحتهم من الامهات دول كانوا بيبيضوا عندي بقالهم 4 سنين. فخلاص كده مدتهم خلاص كفاية كده. انتاجهم في البيض بيقل بقى شوية. ممكن تبدأي تلاقي بطة فيهم بتاكل البيض، او بطة كانت شاطرة وبدأت تخيب من كتر ما هي بتبيض، ومن كتر ما نسبة الكالسيوم بتنزل من جسمها. بنغذيها كويس، بس برضو وارد ان بيحصل كده بطه تلاقيها كويسه وبدات تاكل البيض عندك. ليه؟ لان بقالها مده كبيره بتبيض. اما اللي بتاكل البيض مبدئي دي بتقص ظرفه من قرها، بتجيب لها كالسيوم بيطري وبتاكليها علف صافي، بتظبط معاكي وبتكون زي الفل. ربنا يوسع ارزاقنا وارزاقكم.